السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده بجد يوم سعادة لكل الطلبة كلهم. انا اولى ثانوي عام. النهارده اخر يوم في الامتحانات، ختمنا الامتحانات بكيمياء. بكلمكم من قلب الحدث في المدرسة. حبيت كده اعمل لكم كده جولة، حاجة مختلفة وبتمنى تبقى حلوة يعني. دي مدرستي اسمها نجيب محفوظ. انا مدرستي مش مدرسة خاصة او تجريبي، مدرسة حكومي عادي. تمام. النهاردة اللي بيقدر الفرحة دي الطلبة. اكتر حد بيكون مبسوط وفرحان بيكون الطلبة. دلوقتي انا بعد ما الدنيا مرقت شوية جيت اصور معاكم. تمام. عايزة بس اوريكم حاجات كده في المدرسة كده واحدة واحدة. اوريكم مدرستي بقى. ده الكانتين يا جماعة. الكانتين ده اللي هو بيشتروا منه بقى ايه؟ البسكوتات والشيبسيات ده. تمام. دي كده جنينة كده زي في النص كده اهي. انا بقى اخدت الاجازة وفضيت لكم مع الاخر، يعني اسبوع، هو اسبوع واحد بس اللي اجازة للاسف، بس الحمد لله يعني نعمة ورضا احسن ما فيش خالص. وطبعا يعني صاحبتي سلوى. التربيه الرياضيه مش ساميه. صاحبتي سلوى. ياما قعدنا على الكراسي، ياما اتفشنا برضه عادي. ولا نخش على الطابور. لا يا جماعه ممتعه بجد. دي مش سعاده، مش سعاده. نجيب مش سعاده. يبقى لازم السعاده كده واحنا خارجين. بصوا يا جماعه، حاطين لنا حاجات جميله في المدرسه ولو واسمي وكده. جايبين لنا حاجات لطيفه في المدرسه. فين باقي البنات يا جماعه؟ باقي البنات هناك اهو. خارجين بقى. ودي عاملين لنا قال ايه يعني جنينه في المدرسه. جنينه. كان نفسي يبقى النهارده طالعه لايف، بس بقى معلش ما حصلش نصيب. دي مدرستي من بره يا جماعه. اهو يا جماعه دلوقتي معاكم من طريق المدرسه اللي بنروحها. الشارع كله ورق بسبب ان هم بيخلصوا الامتحان وبيقطعوا الورق، ما بيصدقوا يا عيني. تمام. دوت كوبري المشاة، دوت الطريق دوت صحراوي، فاحنا طبعا ما ينفعش ان احنا نعدي منه، فعاملين لنا كوبري المشاة اهو بنطلع عليه. اصور لكم الكوبري بقى. ودلوقتي اهو واحنا من على الكوبري دوت كلها مشاتل والصحراوي. انا على فكره دلوقتي مصوره لكم بعد ما الدنيا مرقت خالص. مرعب المنظر، مرعب. النهارده بقى يا جماعه عيد ميلاد فرحه صاحبتي. كل سنه وانت طيبه يا فرحه. فرحه بقى حبيبتي. عارفه بحس ان هي الانتيم بتاعتي على طول بقى، لدرجه ان الناس بتشبهنا ببعض اصلا. النهارده بقى عندك 16 سنه وهتطلع بطاقه بقى انا قلت لها لا، انا حالفه عليها يا فرحه اول واحده اشوف البطاقه. بحب اتفرج على البطاقات بتوع صحابي. ان شاء الله تطلع حلوه. ايوه يا رب ان شاء الله تطلع حلوه. كل سنه وانت طيبه يا فرح. وانت طيبه. قولوا لها يا جماعه كل سنه وانت طيبه. عيونه ولو شعراته. انا بقى دلوقتي عايزه اتكلم في حاجه. قعدنا يعني فتره الامتحانات ديت، حصلت التسريبات بتاعه الامتحانات وكانت مهزله ويعني كانت حاجه معروفه جدا.
لقيت ناس كتير مش عاجبها النظام بمجرد ان الامتحانات اتسربت. يعني ان الامتحانات تتسرب ده لازم يحصل عشان اولا الامتحان نظامه جديد، بوكلت، امتحانات مستوى يعتبر مستوى رفيع وحاجات بجد مستواها عالي. انا بصراحة يعني قلت قبل كده ان انا عجبني النظام ومازال عاجبني. واحنا دلوقتي اصلا نعتبر يعني عرفنا الهامش بتاع الامتحانات، لان احنا مش هنمتحن كده على طول، احنا يبقى امتحاناتنا دايما هتبقى على تابلت. امتحانات بقى هتبقى صعبة، والمدرسين كلهم عمالين يخوفونا، مع ان المدرسين المفروض يكونوا هم المصدر اللي بيطمنا. اولا انا ما كنتش اعرف بموضوع التسريبات ده غير مؤخرا. امتحاننا العربي واحنا ما فيش تسريبات، واحنا ما نعرفش ان في تسريبات. امتحاننا الاحياء واحنا ما نعرفش ان في تسريبات. امتحاننا الفرنساوي واحنا ما نعرفش ان في تسريبات. بعد امتحان الفرنساوي بالظبط عرفنا موضوع التسريبات دوت. والمشكله ان البنات كانوا بيقولوا مثلا الامتحانات اتسربت. الموقف بقى اللي حصل معايا ان قبل لجنه الفرنساوي بالظبط ب5 دقايق بالظبط لقيت بنات جايين يقولوا لي ان الامتحانات اتسربت وامتحان الفرنساوي معانا على الموبايل. وانا طلعت بقى في البيت لا ابدا، عمر الامتحانات ما تتسرب، انا مقتنعه جدا مفيش بقى امتحانات تتسرب بقى والدنيا زي الفل. بعد اللجنه بالظبط البنت قالت لي ورتني الامتحان معاها على الموبايل، عرفت بقى من بعدها ان الامتحانات اتسربت. جيت قلت قالوا ان الجغرافيا كانت بعدها ان الجغرافيا كمان هتتسرب، فانا قلت لا مش معقول يعني فرنساوي وجغرافيا وباقي الامتحانات هتتسرب، برضو ما صدقتهمش. وفي الاخر طلع الموضوع بجد. دي حاجة زعلت طلبة كتير، وبصراحة زعلتني انا شخصيا. في طلبة يا عيني طول السنة شغالين مذاكرة، وغير الاهالي يعني مصاريف كلهم اللي صعبين عليها الاهالي برضو. وفي الاخر طلع اللي ما ذاكرش زي اللي ذاكر، بس ده مجرد امتحان تجريبي، ما تزعلوش ما تقلقوش ان شاء الله خير. الامتحانات بقى المحسوبة هي امتحانات شهر 5، دي بقى الامتحانات اللي بجد، وهنشتغل شغل بجد طبيعي. واحنا مروحين قابلت واحدة صاحبتي، انا واصحابي كلنا قابلنا واحدة صاحبتي كانت معانا بقى في ايام الاعدادي، بس والله دخلت هي تمريض. احنا بقى عارفين يعني ما بشوفهاش غير كل فين وفين، ومش كل سبت، علشان يوم السبت ده يا جماعه زي ما انتوا عارفين يوم متعب بالنسبه لي. واخيرا شفتها، اسمها نانسي. عامله ايه نانسي؟ الحمد لله. وحشاني يا نانسي والله. انتوا اكتر والله. مبسوطه ان انت معانا النهارده، ان احنا نشوفك اخر يوم امتحانات. اكيد مبسوطه طبعا نانسي، اكيد مبسوطه، ما تنكريش يعني. أكيد. احنا اصحابك لازم تكوني فرحانه بينا يعني. فرحانه بيكم. نانسي صاحبتنا مكمله معانا بما انها وحشانا واحنا وحشانها، فاحنا مكملين مع بعض. معلش مش لاقيين مكان نقعد فيه. صح. المسافة بين بيتي والمدرسة ماشي ربع ساعة، أنا بروح ماشي عادي وبروح المدرسة ماشي، بس خلاص ما عادش في مدرسة الأسبوع ده. حاجة ممتعة. ندخل في موضوع التسريبات يا جماعة، وإن شاء الله انتظروا مني بإذن الله فيديو عن النظام الجديد، بما إن بقى أنا طالبة والنظام متطبق عليا، فانا ان شاء الله باذن الله انا واثقه ان انا هقدر افيدكم في الموضوع دوت. باي يا نودي، وفيديو سعيد ان شاء الله. ايه ده انت ماشيه يا وصال؟ نسلم على وصال. وصال صاحبتي مشت. عايزاكم بقى يعني تقولوا لي ايه رايكم طلبه الثانويه العامه بقى، عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في الامتحانات. يا جماعه ايه اقتراحاتنا على في الاجازه؟ اقتراحات يا جماعه. اسبوع الاجازه دوت على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا هروح مش هسيب ماما وطنط ايه خالص، هقول لهم انا عايزه خروجه، انا خلصت امتحانات عايزه خروجه. ايوه في واحده من صحابك انت هنا صاحبتي، خديني معاكي منها. ايوه لا انا مش هفسد حد معايا، انا هخرج لوحدي. ده انا صاحبتي. انا يارا، دي يارا يا جماعه. يارا صاحبتي من اولى ابتدائي، لحد اولى ثانوي. حبيبه قلبي، ربنا يديمك في حياتي يا رب.
يا رب. وبيتها مش بعيدة عن بيتي بس احنا ما بنروحش لبعض. مش عارفة ليه بقى. جات لي 3 مرات وناسيه البيت ومش عارفه تيجي تاني. بس انا بنتي ما تكسفنيش بقى، ما تكسفنيش، ما تضحكنيش. انا بحفظ المكان بالعافية يعني، مش بعرف ان انا ايه، مش بهتم اصلا. ما اصل احنا بنشوف بعض كل يوم يعني، يوميا بنشوف بعض، فانا اروح لها امتى؟ انا ببقى زهقت منها خلاص، زهقت بقى. ايوه عايزه. تعالي نادي باقي البنات. ناديت باقي اصحابي ومعايا منون حبيبتي، منا اسمها منا احمد عطيه، وانا اسمي ندى محمد عطيه، اسمنا مشابه مع بعض. على فكره كتير بقى بيتلخبطوا في اسمنا يعني، انا واصحابي مش عارفه تحس ان احنا زي بعض. والله منا حبيبتي بقى. والله العظيم بحبها جدا. الهاديه بتاعتنا الكيوته برضو بتاعتنا. وديرو هدير، اسمها هدير، ديرو بقى. اللي بنحبها برضه. بص دي احنا خلاص، انا قربت خلاص اوصل البيت، دقيقة وهكون في البيت. المشوار خلاص بسرعة وانا معاكم بجد والله يعني. كملوا معايا، انا نفسي اصحابي يجوا يفطروا معايا. ما تيجوا تفطروا معايا. تعالوا والله العظيم، تعالوا افطروا معايا. هقعدكم فوق السطح وانتوا اكيد عارفين القعده فوق السطح. عايزه اكل رنجه. رنجه الصبح. او سردين مش عارفه. مسكره من بدري. دلوقتي بعد ما وقفنا ساعه انا واصحابي، فهقول لهم باي وهروح. باي باي يا جماعه، اتبسطت معاكم والله العظيم وهتوحشوني. باي. سبت اصحابي وماشيه لوحدي في الشارع. خلاص دوت الشارع بتاعنا وهلف برضو. يوم لطيف. انا حسيت ان اليوم خفيف اصلا. اليوم كان خفيف خالص علشان اخر يوم امتحانات بقى وكده، فرحة غير عادية. يا رب تكونوا مستمتعين في الفيديو يا رب، وما كنتش حصلت لخبطة كتير، لان المشكلة ان انا بره فمش عارفة ان انا اتعامل كده كويس. رن الجرس. ايوه يا طنط انا جيت. فتحوا لي الباب واخيرا. ايه السلم اللي مش نضيف ده؟ انتوا مطلعين يعني، انتوا مخلين السلم مش نظيف علشان انا جاي سايقه النهارده اخر يوم امتحانات. عاملين فطار. جايبين فطار جاي. لا استني بقى اوريك. بصور بجد والله. والله بصور. انتوا بتحسنوا بقى. بتصورنا في اي لحظه دي. استنى بس عايزه اوري الناس الفطار. انا فكره طلعت عند طنط ايه على طول لان هم قاعدين عندها. انا قاعده مقيمه هنا. طب استنوا صورهم الفطار. جايبين فول وفلافل، سندوتشات صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ النهارده احنا مش فاضيين. وصلت الحمد لله. وشاي وفلافل، بس المره دي الفلافل جاهزه بقى، هم بيحبوا السندوتشات من بره. والمخلل بقى والشيبسي. وفي فول بزيت الكبده هنا. لا انا عايزه بقى فول بزيت الكبده بقى. احنا بصي هسه سندوتشات النهارده. صباح الفل امل هي اللي راحت جابت لنا الحاجات دي. انا مبسوطه ان انا معاهم. سيبكم انتوا بقى دلوقتي. انا مبسوطه ان انا اخدت الاجازه وهقعد لكم. اخدت الاجازه. ليا خروجه. المرايات عايزه تتلمع، والخشب عايز يتلمع، والسلم عايز يتسيق، والسلم عايز يتسيق، والسطح عايز يتكنس، وانا سايبه البيت ما روقتش فرشتي، والغسيل عايز يتنشر. ده حتى السلم سايبينهولي كده. والله بقول لك بجد، بكلمك بجد. المواعين يا ستي مفيش مواعين، مش مشكله، راح منوف. عندي تحت الغسيل عايز يتطبق. ماما لا ماما دفعي. والله مش انا كنت بقوم اروق فرشتي. تتفق معايا على اي حد. ماما تتفقي على مش انا كنت بقوم اروق فرشتي النهارده، ما روقتهاش. قلت لا، وندى راحت فين؟ انا في البوتاجاز. قال يعني كانت بتذاكر وكانت مطحونه ومكفيه على الكتاب. الامتحانات متسربه يا جماعه، هم عارفين. يا رب دايما تلسين. اول مره اشوف واحده زعلانه ان الامتحانات متسربه. انا فرحانه والله العظيم. ده انا يا ريتني ايامي كانوا بيسربوا الامتحانات يا جماعه، كلهم فرحانين. انا ممكن ابقى قاعده في الاوضه وابقى هعيط بسبب الامتحانات، اليوم هم داخلين بيزعقوا لي ان انا زعلانه. ايوه انت الامتحان جايلك على الجاهز، زعلانه ليه؟ ما عارفه. لا يا جماعه، الموضوع ده هكلمكم فيه في فيديو لوحده عشان اتطلب مني نظام الثانويه العامه الجديد. طيب يا ست الحكيم، بما اني طالبه بقى اكلمكم في الموضوع. زماني عليه متزرع.
كنا نودي كان الناس نفسي في عليه داهية. متزرع، عارفه ليه؟ لاني مش عارفه يعني ايه تزرع. ماشي، وبعدين هتعملوا فيا ولا ايه؟ قبلين نخلص الفطار لا ماشي وتقومي تروقي البيت. اوكي انا موافقة بس بشرط بشرط هتتدلع ليا علينا. فلوجة ليا خروجة. خروجه ليا بسيطة. خروجة. على حسابك، يلا انت وابوك. حسابي يا ماما مين؟ لا عايزة خروجة معاك انت وطنط ايه يا ماما، النهارده ايه؟ الخميس. وتودوني اللي انا عايزاه. الجمعه بس يعدي كده الاجازه. ايوه. نخرجك كده. لا ما انا نظبط لك النهارده الدنيا. لا انا النهارده بجد عايزه اقضي اليوم كده راحه والله. راحه ايه الشغل. البيت ده؟ مين هيعمله؟ بقول لك يا بتقول لي سيدة، راحه. انت الشغل ده انا النهارده. محوشه لها من يوم الامتحانات. عارفه نحن لا نزرع الشوك؟ لا هو ده. ما انت اعرفوش. هتبقي كده النهارده. لا عايزه النهارده ابقى ارتاح، وبكره يا ماما اعمل لك اللي انت عايزاه، بعد بكره تخرجوني لا، بقى. انت حد جالنا فجأة نعمل ايه؟ لا اله الا الله، لا أنا اله شغالها. الا الله. انا ما بحبش المع الخشب، هي تلمع الرخام والمرايات وتمسحي البلاط العريان ده بتشيل السلم والسلم. كله تحت. بس. والله بس حاجات بسيطه، والله والله العظيم حاجات بسيطه. مش هتعب يعني معاك. مش هياخدوا في ايدك 6-7 ساعات، انت عارفه نفسك. هتلمع لك المرايه في ساعتين. بس بصراحه بتخليها زي الفل. يا جماعه والله انا ممكن اطول في الشغلانه بس ما بسيبهاش والله وحشه. بنستحمل، بس امشي أنا انا مش بحب وامك اخرج كده. احنا رايحين السوق. ماما عايزه كل ما حاجه ينفعش حلوه. سريع وزي الفل برضه. لا انت ما ما تلاقيش الاثنين، صح، انا بت الحلو مش ما بيكمل. تلاقيش الاثنين. احنا فلته. المهم ان انا دلوقتي عايزه اكل. اتفضل خدي فول بالزيت الكبده. هاتي فول فول بالزيت بزيتك. الحار وانا قلبي مولع نار. اضربي طيب. فاكره فيلم اللي هو بتاع عبله كامل ايوه اللي هي انتاكا ومش عارفه كلم ماما. وهم بياكلوا فول وفلافل، والله بيفتحوا نفسي عليه، تقولي بياكلوا كباب. وانا جعانه بصراحه برضه جعانه. النحس نحس، يعني احنا حتى لما بنتوحم في فيلم على حاجه على الفول عارفين وفلافل. الفلافل. انتوا غلابه. الحمد لله يا بنتي، الحمد لله. طيب يا جماعه، بعد كل اللي ماما تنتهي قالوه دوت انا اتصدمت، بس انا مش هسمع الكلام ومش هعمل حاجه، انا اخدت الاجازه فهنزل بقى اقضيها نوم. بس برضو لازم نستغل الاجازه. انتظروا مني ان شاء الله باذن الله فيديوهات بقى حلوه كده خلال الاسبوع دوت، بما اني بقى اخدت الاجازه وانا مبسوطه جدا. ومقدره كمان فرحه كل الطلبه واكيد اولياء الامور فرحانين بقى. ليه؟ ما عادش في مصاريف، ما عادش في مصاريف خلاص، وهي دي اللي ممكن تبقى ايه مفرحاهم برضه. بالنجاح والتوفيق لكم كلكم يا رب يا رب يا رب. الفيديو يكون عجبكم. الفيديو النهارده كان تلقائي بجد بطريقه غريبه مع صحابي وكده، فنبقى تلقائيين وحاجات كده عشوائيه غريبه. يا رب الفيديو يكون عجبكم تاني ان شاء الله باذن الله. انتظروني بقى في فلوج من بره، وماما تطيا خارجين ليه هيخليهم يخرجوني غصب عنهم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي.